قصة الفيلم دي أحداثه حقيقية، حصلت في فرنسا في تلاتينات القرن الماضي. بتبدأ ببنت قروية اسمها ماري، مش بتسمع ولا بتشوف، من أصحاب الصم والبكم. بتكون راكبة عربية من الطراز القديم مع والدها اللي بيكون اسمه جون، وبيكون رابطها في حبل في جسمها كله علشان يسيطر عليها لأنها عدوانية جدا، وبيكون موديها الدير. وبعد كده بيكملوا طريقهم، وفي الدير بنشوف راهبة اسمها مارجريت بتكون في الحديقة بتجمع ثمار الفاكهة. في الوقت ده بتوصل عربية جون وماري، ومارجريت بتنادي أصحابها وبيروحوا يستقبلوا ماري، وبيكون عندهم فضول يشوفوا مين البنت اللي شكلها ولبسها غريب دي. وبتقرب منها مارجريت، فبتخرج ماري عن السيطرة وبتفضل تجري في الحديقة، والراهبات بيحاولوا يمسكوها لكن الوضع بيكون سيء لأن الدير ده خاص بالسم والبكم، حتى الراهبات فيهم فاقدين للسمع والبصر. لكن ماري بتهدى شوية لما بتلاقي شجرة وبتطلع عليها كعادتها لأنها بتحس بالأمان من خطر البشر. وفي الوقت ده بتوصل أقدم راهبة في الدير اللي طلبت من مارجريت تطلع على الشجرة وتجيبها، وفعلا بتنفذ الكلام وبتطلع وراها وبتلمسها علشان تطمنها وتحس بالأمان، لأن دي الوسيلة الوحيدة للاتصال بيها. وبتنجح مارجريت إنها تنزلها، لكن الراهبة القديمة كلير بترفض استقبالها لأن حالتها صعبة جدا بعد ما شافت أسلوبها العدواني. بعدها بياخدها والدها وهو زعلان، ومارجريت بتحس وقتها بالحزن على ماري، على الحالة اللي هي عايشة فيها والعالم المظلم والوحيد. وكانت مشفقة على وضع ماري وحبت تجرب الإحساس اللي عايشة فيه، فغمد عينيها وسدت ودنها، والنتيجة إنها اتبهدلت ومعرفتش تتأقلم. بعدها بتطلع مارجريت للراهبة كلير وبتفضل تترجاها انها توافق تستقبل ماري، وبتقنعها انها تساعدها انها تخرج من العالم اللي عايشة فيه وهتعلمها لغة الاشارة. لكن كلير بتقولها الموضوع مستحيل وهتتعبي نفسك على الفاضي، خصوصا ان ماري عندها مشكلة في الرئتين. مارجريت بتزعل وبتنزف، وكلير بتصعب عليها مارجريت وبتوافق على طلبها لكن مش على اقتناع. وتاني يوم بتروح مارجريت على بيت ماري وبتشوف ماري مستخبية تحت ترابيزة وبتكون عدوانية جدا، لكن مارجريت بتاخدها بالغصب. ووالدة ماري بتشكرها وبتديها قصافة ماري وبتقولها انها اللعبة المفضلة عندها، وبيودعها والدها وبيربط ايديها بحزام في ايد مارجريت علشان ما تهربش منها، وبيسمعها وهي بتبكي لكن بيدوس على قلبه وبيسيبهم وبيمشي. في وقت رجوعهم للدير بتبتدي مارجريت تتعرف على ماري، واللي بتبدأ تطمن ناحيتها إلى حد ما، وبتقعد تلعب معاها علشان تطمنها أكتر. وبيوصلوا الدير، وباقي الراهبات بيكونوا متفاجئين بيها وفي نفس الوقت بيكونوا مشفقين عليها وزعلانين. وبتتعرف عليهم ماري بطريقة اللمس وبتحسس على وشهم علشان تحفظ ملامحهم. ومن هنا بتبدأ رحلة علاج ماري وتأهيلها إنها تكون أعظم راهبة في التاريخ. ولما جاء وقت النوم بتاخدها مارجريت على العنبر اللي هتنام فيه، ولما سابتها ومشيت الأطفال اللي كانوا معاها في العنبر كانوا مستغربين من شكلها وبدأوا يتنمروا على ماري ويضايقوها. ولما مارجريت سمعت صراخها جريت عليها. ولما بيجي وقت الأكل اتعصبت ماري وفقدت السيطرة على تصرفاتها، وبتحاول مارجريت تعلمها ازاي تاكل. وبعدها بتاخدها ماري علشان تحميها وتنظفها من الأوساخ اللي على شعرها وعلى جسمها، لكن مش بتقدر تسيطر عليها كالعادة لأنها مش مدركة حاجة من اللي بتحصل. مارجريت بتبتدي تحس باليأس ناحية ماري لأنها مش بتستجيب رغم كل المجهود اللي بتعمله. وكل ما تحاول مارجريت تمسك ايدها علشان تعلمها لغة الإشارة بتغضب ماري وبتكسر أي حاجة قدامها، لدرجة إنها كسرت إزاز الشباك وعورت نفسها. بعدها مارجريت بتروح لصاحبتها كريستين وبتكون صماء، وبتشتكي لها قد ايه محبطة من عدم استجابة ماري، خصوصا انها وعدت الراهبة كلين انها تعلم ماري كل حاجة وتسويها بباقي زميلاتها. لكن كريستين بتصبرها وبتقولها ما تيأسش وتحاول مرة تانية وكل شيء ممكن، مفيش حاجة مستحيلة. وبترجع تحاول مع ماري مرة تانية لكن بشدة شوية عن الأول، وسرحت لها شعرها ورتبت لبسها وبقت واحدة تانية خالص. وبعدها بتهدى ماري وبتحس بسلام نفسي وبتتعود على الدير وعلى مارجريت، وبيكون شكلها اختلف زي أي واحدة طبيعية جوه الدير ولبسها مهذب. وبتخرج ماري وقت سقوط التلج وهي مبسوطة وحاسة بالأمان لأول مرة، ومارجريت بتراقبها وهي مبسوطة وفرحانة علشانها. وفي يوم وهي بتاكل بتسيب السكينة اللي بتاكل بيها وبتطلع السكينة اللي في القصافة بتاعتها وبتستخدمها مع الشوكة، فبتفرح مارجريت انها استجابت وابتدت تتعلم وبتفهم.
ودي كانت بداية تعليم ماري لغة الإشارة، وبقت تمسك إيديها وتعلمها وتشاور لها على صوابعها، وإن الحركة دي معناها السكينة. والموضوع ما كانش سهل بالنسبة لها، كان صعب جدا، لكن مع صبرها بتشاور ماري بصوابعها زي اللي معلمتها لأول مرة. وبتتفاجئ مارجريت وبتجري على غرفة الرهبة كلير بتبلغها، لكن بتقول لها ما تضيعيش وقتك لأن استجابتها بطيئة جدا قصاد مجهودك الكبير، لكن بتاخدها علشان تشوف بنفسها. وبتتفاجئ لما بتشوف التقدم الملحوظ في ماري وتعلمها لغة الإشارة، وبتبقى فخورة جدا بمارجريت. وبيجي والدها ووالدتها علشان يشوفوها ويشوفوا المعجزة اللي حصلت لبنتهم والمجهود العظيم اللي بذلته مارجريت مع ماري، كأنها شخص اتولد من أول وجديد. وبنشوف ماري بتمسك ايد والدها ووالدتها وبتسلم عليهم لأول مرة وسط ذهول منهم. وبقت ماري بتقرا وبتكتب بطريقة برايل المكفوفين من خلال حروف مصنوعة من خشب، وبتسيبهم ماري وهي في قمة السعادة. بعد كده مارجريت بيغمى عليها بسبب مشاكل صحية، واللي بيزودها المجهود اللي بذلته مع ماري، وبتسيب الدير علشان تروح تتعالج لأن حالتها ابتدت تسوء. وماري بتحس بغيابها فبتدخل في حالة نفسية وحشة وبترفض الأكل، وبتفضل على الوضع ده كتير. ولما كريستين بتشوفها كده بتبعت جواب لمارجريت عن حالة ماري، فبتضطر تسيب علاجها وبترجع على طول. وبتلاقي ماري قاعدة على الأرض وهي حزينة، ولما بتلمسها مارجريت بتحس بيها ماري وبتقعد تضرب فيها علشان زعلانة منها لأنها سابتها فجأة ومشيت. وبتحضنها مارجريت لحد ما تهدى. بنشوف مارجريت بعدها وهي بتعلمها تعزف على البيانو. وبعدها بيوصل خبر وفاة واحدة من الراهبات زمايلها، وبتاخد ماري معاها وبتعلمها يعني ايه حد يموت وبتفهمها. وتاني يوم بتروح ماري معاها المقابر علشان يودعوا الراهبة اللي ماتت. وهناك بتسألها ماري مين المسؤول عن حياتنا وبنروح فين بعد ما نموت، فبتقول لها مارجريت انه مستحيل تتخلى عنها ولا تسيبها تموت. وبعدها بتعيش ماري سنين كتير حلوة مع مارجريت، والذكريات جميلة بتربطهم ببعض. بعد ما خلتها احسن رهبة، فجأة بتقع مارجريت من على الكرسي وبتسوء صحتها، وبتفضل ماري معاها وبترعاها. وفجأة بيمنعوا ماري انها تدخل غرفة مارجريت مرة تانية، وبتغضب ماري وبتقعد تكسر في الباب علشان تدخل، لكن بيرفضوا يدخلوها لأن حالتها اتدهورت وبتعيش آخر أيامها. ورجعت ماري لوحدتها مستنية مارجريت ترجع وتلعب معاها تاني. وأخيرا بيسمحوا لماري تدخل تزور مارجريت في لحظاتها الأخيرة، وبتطلب منها إنها تفضل تتعلم وما تيأسش أبدا وما تبطلش تتعلم ولا تفهم. وبتموت مارجريت وبتسيب ماري، لكن بعد ما خلت حياتها أفضل. فبتفضل ماري تزور قبر مارجريت يوميا ومعاها الورد، وبتفضل تكلمها وبتقول لها انها لسه بتتعلم زي ما وعدتها، وانها بتفكر فيها كل ما بتتعلم حاجة جديدة وعمرها ما نسيتها علشان تكون فخورة بيها. وانها جات الدير وهي صماء وعمياء وريحتها مش كويسة، لكن بفضلها اصبحت واحدة تانية بتفوح منها رائحة حلوة. وبتموت ماري في عمر 36 سنة بعد ما أصبحت أفضل الراهبات وأشهرهم في العالم. وبكده ينتهي الفيلم. استنوا الفيديو الجاي. سلام.